السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا والله. النهارده هنتعلم ناخد المقاسات بتاعت العميله اللي جايه تفصل عندنا فستان سواريه ازاي. طبعا اهم حاجه المقاسات بعد كده اللي بتطلع عليها الباترون فلازم تبقى المقاسات مظبوطه عشان الباترون يطلع مظبوط، عشان لما تيجي تقص القماش طبعا القماش ده بفلوس، فانت اكنك بتقص فلوس، فلازم يبقى الباترون مظبوط بحيث ان يعني العميله تدعي لك ما تدعيش عليك. واحده واحده مع بعض كده هنتعلم بناخد المقاسات ازاي. اول حاجه بناخد محيط الصدر اللي هو دوران الصدر، بنلف المازوره من تحت الباط بخط موازي للباط، وبنعدي لازم المازوره تلف معانا على اعلى حته في بومبي الصدر اللي هي نقطه بروز الصدر، على اعلى حته في بومبي الصدر، والمازوره في نفس الوقت ما تسقطش بالظهر، يعني لو سقطت المازوره من الظهر تدي مقاس اقل، يعني المازوره لازم تبقى ماشيه لخط موازي للباط. يعني انا وانا بلف المازوره كده على العميله، طبعا معلش ده المانيكان فالمازوره بتقع خلاص، فلازم تبقى المازوره بالطريقه دي، تبقى بخط موازي للباط تمام، وما تسقطش لتحت، يعني ما تجيش اقيس تبقى المازوره واقعه مني كده خلاص. ادي كده احنا ايه، خدنا دوران الصدر. بعد كده بناخد دوران الوسط. دوران الوسط اللي هو بيبقى احنا بنشتغل في الباترون بتاعنا اللي هو البروفيلي على الوسط العالي. الوسط العالي اللي هو ايه، ان وانت بتثبت المازوره على الوسط بشكل افقي تلف بيها محيط الجسم، المازوره لا تنزل معاك، اللي هي ارفع حته في الجسم، لا تنزل معاك ولا تطلع. يعني انا ما اجيش اقيس من عند العظمتين، ما اجيش انزل كده بالمازوره خلاص. يعني انا حاطط لكم مازوره هنا عشان ايه، تحدد شكل الوسط اللي هو الجزء ارفع حته موجود اللي هو الوسط العالي اللي بنشتغل عليه الباترون بتاعنا خلاص. بعد كده عندنا محيط الهانش، بنلف برضو المازوره على اعلى حته في دوران الهانش من ورا، اعلى حته في دوران الهانش، وتبقى شكل موازي برضو اعلى حته في دوران الهانش، وبناخد دوران الهانش. بعد كده بناخد طول البنسه. طول البنسه عندنا الكتف اهو، بنيجي من جنب اخر الكتف جنب الرقبه، بنحط المازوره وبناخد طول البنسه. طول البنسه بتنزل من جنب الرقبه واخر الكتف، تنزل على اعلى حته في بروز بومبي الصدر. بومبي الصدر بتاعنا ده اعلى حته، هو ده ايه، طول البنسه. ومن نفس المكان اللي هو جنب الرقبه بناخد طول الصدر. طول الصدر عندنا في الباترون بتاعنا بناخد للوسط العالي، يعني بناخد من جنب الكتف وبتخلي العميله، يعني تحط كده المازوره وتلف بومبي الصدر، وبعد كده تخلي العميله تثبت المازوره بايديها هنا تحت بومبي الصدر، وبتاخد للوسط العالي اللي احنا بنطلع عليه الباترون بتاعنا. احنا بنشتغل على الوسط العالي تمام. وبعد كده لما بنيجي نطول الكورساج واحنا بنقص، هقول لكم الطريقه دي بتتعمل ازاي. بنطول الكورساج زي ما احنا عايزين طبعا، يعني الا لو حد عايز الكورساج يبقى قصير كده خلاص. احنا بعد كده بنطول، يبقى احنا طول الصدر عندنا بناخد لغايه الوسط العالي اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو ارفع حته موجوده في دوران الوسط تمام. ما تجيش اخد المازوره، ما تجيش اخد طول الصدر كده واسيب واخلي المازوره تبقى مشدوده كده خلاص. كده بيبقى المقاس مش مظبوط، وتبقى ابعاد الباترون نفسها هتبقى متلخبطه تمام. بعد كده عندنا عرض الظهر. عرض الظهر بيبقى من العظمه هنا للعظمه هنا خلاص، ده عرض الظهر. بس انا وانا بطلع الباترون، يعني انا بعمل فستان لعميله، باجي اطلع باخد المقاس ده، المقاس اللي هو ايه، الخط الموازي لخط الباط من هنا لهنا، الخط الموازي لخط الباط هو ده عرض الظهر عندي تمام. يعني باجي اطلع باترون، اللي شغال بروفيلي فاهم، باخد عرض الظهر من قصاد الخط الموازي للباط من هنا لهنا، فلما باجي اشتغل بالمقاس ده بيطلع لي المقاس اللي فوق، فانا بريح دماغي وانا باخد على العميله، باخد المقاس ده وباخد المقاس ده، بس بشتغل في الباترون على المقاس ده، واول ما بشتغل على المقاس ده بيطلع لي مقاس عرض الظهر من هنا، بس انا بعمل كده عشان خاطر ابقى مطمن تمام. بعد كده عندنا طول الظهر. طول الظهر من عند عظمه الرقبه، المكان اللي بيركب فيه مثلا الكولا من هنا لغايه الوسط العالي برضه، الوسط العالي اللي هو ارفع حته موجوده في الكورساج من فوق. بعد كده لما زي ما اتفقنا هوريكم الطريقه اللي بنطول بيها واحنا بنقص، بنطول بيها الكورساج خلاص، عشان احنا كده عشان اخد التجسيم بتاعي لازم اخد طول الظهر
طول الظهر، باخد طول الظهر من عند العظمه بتاعت الرقبه خلاص، وانزل كده لغايه الوسط العالي لو احنا اتفقنا حاطين عندنا المازوره لا تطلع ولا تنزل. تمام. بعد كده باخد طول الكم، طول الكم ما بنزلش بيه كده بقى، لا عند العظمه بتاعت الكتف اروح واخد طول الكم. تمام. ما انزلش بقى ايه هنا ويبقى الكتف ساقط ويبقى المنظر مش حلو. تمام. يعني عند العظمه كده بتاعت الكتف باخد طول الكم. بعد كده باخد دوران الكم من هنا اهو بالمنظر ده، حاجه ايه ما فيهاش فتي يعني. ادي كده دوران الذراع زي ما بيقولوا. بعد كده باخد دوران الاسوره، لما باجي اطلع بطرون الكم بحتاج دوران الاسوره. تمام. من تحت دوران الاسوره. تمام. هكمل لكم بقى ايه الطريقه اللي احنا بنحط بيها السفنج على الكورساج.